صباح الخير. صباحكم فله. انا صاحيه الساعه 7 الصبح، او مش صاحيه، هو انا مطبقه لحد الساعه 7 الصبح مخصوص عشان اوريكم حاجه زي القمر. احدث ما توصل اليه العلم الحديث في الابداعات الفنيه اللي انا بعملها. بقى ثواني بس، هي تبقى في الشمس وانا ابقى تحت. ثانيه كده اهو. ايوه، لو انتوا حابين تعرفوا انا عملت التحفه دي ازاي تابعوا معايا الفيديو للاخر، وكمان في هديه في اخر الفيديو، فكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا ايه هي الهديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهارده. انا عارفه ان الاضاءه مش احلى حاجه، بس انا عشان صاحيه بدري وكمان في اصوات العربيات والموتوسيكلات عشان بصور من البلكونه، عشان انا كنت عايزه الاضاءه الصبح عشان اوريكم حاجه حلوه جدا انا عملتها. هي افتكاسه من دماغي و مش عارف لا انا هسيبكم على الفيديو عشان تعرفوا انا عملت ايه. بس قبل ما ابدا الفيديو، قبل ما ابدا اي حاجه، ما تنسوش تعملوا لايك، شير، كومنت، سبسكرايب لليوتيوب شانل، وتدوسوا على جرس الاشعارات. يلا بينا نبدا على طول ونشوف انا عملت ايه. انا مش عايزه ان انا اتكلم كتير في الفيديو، انا حابه ان انتوا تشوفوا الخطوات بعينيكوا، وتشوفوا ايه اللي انا عملته وصبيت ايه والموازين قد ايه، هحاول ابينها. بس حابه ان انا اوضح شويه حاجات عشان لو مش واضحه في التصوير. اولا انا الريزن اللي بستخدمه نسبته 3:1، فاستخدمت من الاساسي 150 جرام ومن المصلب 50 جرام، فيكون كده 3:1. يعني اول طبقه او اول بدايه عندي هستخدم فيها 200 جرام ريزن. هتشوفوا ازاي هلونها وازاي هصبها مع بعض. بعدين هرص اول طبقه وتكون فيها الرمل، وبعد كده درجات الالوان. وبعد ما اخلص كل دول هبدا احط في الرمل الديزاين اللي انا حباه والشكل اللي انا كنت عاوزاه، اللي هو الاشكال بتاعه البحر والنجوم والقواقع، الاكسسوارز البسيطه اللي هي من اللي هي لونها فاضي ديت. انا مش عارفه اسمها ايه اكزاكتلي، بس الاكسسوارز دي كانت تحفه قوي فحبيت ان انا احطها. العلاقات اللي انا استخدمتها او اللي انا حطيتها ديت انا اشتريتها، هي علاقات خارجيه طبعا، دي عشان انا حابه ان انا اعمل فكره تابلو. فالتابلو دوت منه شكله حلو، يعني الشكل نفسه حلو في البيت كديزاين، وفي نفس الوقت حاجه مفيده ممكن تعلق عليها مفاتيح، جاكيت، شنطه، اي حاجه خفيفه مش حاجات تقيله طبعا. بس انا على ما اظن من خلال خبرتي واستخدامي للريزن ممكن تشيل حاجات تقيله، بس انا ما جربتش، فعشان ما جربتش ما اقدرش احكم. فاللي انا هحكم عليه او اللي انا هجربه او ان انا هستخدمها هتكون هعلق عليها مفاتيح او شنطه او مثلا شمسيه، بما اننا داخلين في الشتاء فيكون الشمسيه فيها ميه فاسيبها ان هي تنشف شويه، حاجات من هذا القبيل.
ساعه وابدا اشتغل عليها، بس انا كنت اتاخرت فسبتها 24 ساعه، وبعد كده رجعت اشتغل عليها طبقه تانية برضو 150 جرام من الاساسي. حابب يطلب اوردر التابلو دوت، هياخد معاه هديه الكوستر دوت، والكوستر بنفس الالوان وفي نجمه طبيعيه ونفس القواقع ونفس الديزاين ونفس الاكسسوارز اللي هي الفضه اللي محطوطه فيها ديت، سواء هلب او قواقع او نجوم او حصان البحر، لان حصان البحر اللي انا حاطاه لونه فضي. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو انتوا حابين ان انا اعمل اي فيديوهات تانية قولوا لي في الكومنتس تحت ايه فكره الفيديو اللي جاي اللي انا ممكن اعمله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك شير كومنت سبسكرايب لليوتيوب شانل وتدوسوا على جرس الاشعارات، وقولوا لي في الكومنتس حابين فكره الفيديو اللي جاي تكون عن ايه. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. يلا باي باي.